سداسية نظيفة لاتحاد العاصمة الجزائري أمام نادي أوروبا يونايتد البوتسواني. شريط الأهداف: الهدف الأول والثاني عن طريق إسماعيل بالقاسمي، الهدف الثالث سعدي رضواني، الهدف الرابع لكونزا. في نهاية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تجسدت بركلة مقاسية ازدواجية وعن طريق نبيل العمارة، والهدف السادس بواسطة إسلام مريلي الرقم 8 بقدم يمنى هزم الحارس البوتسواني مالابيلا. الكرة في وسط الميدان لفائدة اتحاد العاصمة عن طريق إسماعيل بالقاسمي، وكذلك أيضا إسماعيل بالقاسمي وكذلك إسلام مريلي. أدم عليلات على الجهة اليسرى، حسام الدين غشة، أدم عليلات. الدقيقة 73 سداسية نظيفة لاتحاد الجزائر أمام أوروبا يونايتد البوتسواني. سعدي رضواني يلعب الكرة على الجهة اليمنى لاتحاد العاصمة، إسماعيل بالقاسمي، وحكم الساحة الغامبي جامح يعطي المخالفة لدفاعات الفريق البوتسواني. ومعكم الإعلامي عبد السلام عيدن، وعلى شاشة القناة الأولى الأرضية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الONTV HD1.